عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. كشفت تيك توكر التونسية ضحى العربي خلال استضافتها في برنامج فكرة سامي الفارية على قناة الحوار التونسي عن تفاصيل تتعلق بحياتها لأول مرة، وأول ظهورها لأول مرة في تلفزة تونسية بعد نجاحها بعدد الفيوات اللي قاعدة تجيب فيهم. وقال ضحى العربي خلال فقرة الأسئلة أنها لم تكمل دراستها ولم تكن تلميذة نجيبة، كما سبق لها العمل في محل بيع المرتبات بمقابل بسيط، وأنها من جابس قريت حتى للسنة التاسعة، معدلي كان ثلاثة، خدمت في بيع محل المرتبات كنت نخلص في 200 دينار. وأضافت متحدثة عن تجربتها مع تطبيق التيك توك ودخلها أكثر شيء في التيك توك في بث متاع ساعة دخلت قرابة إلى 20 مليون. وكانت هذا الحوار أثار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الساعة اللي تدخل فيها قرابة إلى 20 مليون، مع انتقادات كبيرة أنها ما هيش ناجحة في قرايتها وتوصل الدخل 20 مليون. هذا باش يكون نقاش كبير في التوانسة كالعادة في مواقع